يا صباح الفل والفرفشة والطاقة الحلوة. مين جاهز نبدأ اليوم بخفة كده وضحكة؟ تعالوا بقى هنبدأ بأحلى كلام. وروتين النهاردة روتين حلو قوي وطويل وفي حاجات هتعجبكم قوي قوي قوي. بس روتين النهاردة عنوانه الأم الفرفوشة رزق. مستعدة بقى أقولك سر يخلي يومك أخف وحلو كده ولطيف من أول اليوم لآخر اليوم لحد ما تغمضي عينيكي. يلا بينا. بنات وحشتوني والله العظيم. قبل ما نبدا الفيديو حبيت اقول لكم وحشتوني فعلا. النهارده صورت لكم اليوم كله تقريبا. روتين حلو قوي وطويل قوي قوي بس حلو قوي كده وايه ومشجع وحلو وان شاء الله نتكلم فيه كلام حلو قوي قوي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو. اللي وصل المقطع ده من الفيديو اعمل لي لايك وكومنت حلو قوي زيه كده. وبشكر كل البنات طبعا اللي بتكتب لي كومنتات حلوه زيها. ليه بقى انا اخترت النهارده العنوان بتاع الام الفرفوشه رزق؟ عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا احنا مش دايما مبسوطين وامهات بقى بس احنا نقدر نعمل كده. تمام. لان الام الفرفوشه زي ما بقول لك رزق، مش رزق بس لاولادها ولجوزها ولبيتها، لا، هي رزق لنفسها في الاول. ضحكتك دي بتغير المود بتاع اليوم كله والبهجه. بتدي طاقه كده للحياه حتى في اصعب الايام. كلنا ما ننكرش ان احنا بنمر باصعب ايام، وفي ايام بتبقى صعبه وفي ايام من صعوبتها ما بنقدرش ان احنا نتنفس من كتر ما الايام بتبقى صعبه وتقيله. بس بالضحكه بتاعتك وبالبهجه بتاعتك وبالطاقه اللي بتديها لبيتك ولولادك تبقى حلوه قوي قوي. يمكن الروتين بيبقى تقيل ويمكن المسؤوليات بتبقى كتيره، انا عارفه. بس الفرفشه والانبساط ده بيخلي اليوم بتاعك اخف. الايام كلها بتبقى اخف. وبتخلي البيت كده مليان روح ودفى. وبتخلي البيت مليان يعني ايه بهجه. عارفين البهجه بتاعت العيد؟ ليه ما نخليش بهجة العيد دي طول الايام السنة؟ زي ما قلت لكم انا عارفه ان الايام بتبقى صعبه وكده. بس السر ان احنا نبسط الحياه بتاعتنا. كل ما كانت الحياه بسيطه وابسط كل ما الفرفشه بتاعتنا والانبساط بتاعنا كأمهات عاده بيبقى يعني مش بيبقى بقى مجهود، لا بتبقى عاده واسلوب حياه معاكي. ودايما دايما في وسط الدوشه بتاعت الحياه ووسط المسؤوليات بتاعتنا كأمهات وبنات. كل يوم بتكبر المسؤوليات. من كتر المسؤوليات دي ما بتكبر فعلا بيجي لحظات كتير احنا بننسى نفسنا. بننسى اننا مش بس امهات بنجري ورا المهام والمسؤوليات، احنا كمان بننسى ان احنا روح محتاجه ناس تفرح. فاهمين ازاي؟ محتاجه ننبسط بالحاجات علشان نقدر نكمل حياتنا. عشان كده بحب اقول لك اهو الجمله دي من قلبي. فعلا الام اللي بتبقى فرفوشه ومبسوطه دي رزق. رزق لنفسها قبل ما تكون لاي حد، لبيتها ولولادها ولجوزها، لا هي رزق لنفسها. وعايزه اقول لك الانبساط وانك تبقي كده ست فرفوشه في بيتك مش مجرد ضحك على فكره على الوش، لا دي حاله بتبقى يعني جايه من جواكي. حاله لما بتعيشيها كل حاجه حواليكي فعلا بتختلف. وكل حاجه بتبقى حتى لو حاجه تقيله بتخف، حتى لو اليوم تقيل بيعدي. حتى لو اليوم تقيل بيعدي بخفه شويه. فاهمه ازاي؟ فاهمه الفكره؟ طب يا اماني، هو انت قصدك يعني ان الام الفرفوشه او المبسوطه دي هي بتضحك طول الوقت وبتتجاهل المشاكل بتاعتها وبتبقى كده عندها لا مبالاه؟ لا طبعا. لا طبعا. الام الفرفوشه فعلا يعني هي اللي بتعدي وسط الزحمه والتعب، بتعرف تخلق جو حلو. فاهمه؟ انا ما قلتلكيش ان انت تتجاهلي المشاكل بتاعتك وتتجاهلي الحاجات اللي بتبقى مزعلاكي وكده. بس على الاقل حاولي ان انت تتخطيها. عارفه لما انت تتخطيها وسط الزحمه والتعب بتعملي جو حلو لبيتك. فاهمه؟ يعني مثال بسيط جدا. لما انا قلت لكم في فيديوهات فاتت انا من الناس اللي بتكره المطبخ، ما بحبش المطبخ، انا كده ما بحبش المطبخ. احب ان انا اقف اقل وقت في المطبخ، يعني اقل وقت ممكن ما يكون في اليوم. فاهمه؟ بس انا من فتره كده حاولت ان انا احول وقفتي في المطبخ من مكان ضغط لمكان حلو بضحك وبنبسط فيه، لما ارتبه يطلع جميل، لما اعمل اكله حلوه تطلع بنفس، وهكذا. فاهمه ازاي؟ فبنعرف كده ايه تخلقي جو حلو. فبتحولي الحاجه اللي بتضغط عليكي من مكان هو بيضغط عليكي او مكان انت مش حباه لمكان هتنبسطي فيه وهتضحكي فيه وحاجات كده. وصدقوني البيت اللي فيه انبساط وفرفشه حتى لو بسيط بيبقى اغنى من اي بيت تاني ناقصه روح وفي كماليات وخلاص. فاهمه ازاي؟ لما انت لما بتضحكي ولادك بيضحكوا، البيت انت شايفه الحيطان دي اللي حواليكي والاساس وكل ده بيضحك. فانت لما بتختاري ان انت تبتسمي حتى وانت تعبانه العيال بتحس ب ب بروح تانية، بروح مختلفة تانية. فاهمة؟ فالأم الفرفوشة دي بتدي طاقة من غير ما تاخد بالها لليها واللي حواليها. فبتغيري المود كله وانت يعني بتعملي أبسط حاجة. فاهمة ازاي؟
هنا طبعا انا خرجت انا والبنات كان بقالنا كتير ما خرجناش وكده، فنزلنا وديتهم النادي فقعدنا شويه، ودي كانت الفقره اللي بنيم لولو فيها ننه. كانت فقره متعبه جدا بصراحه، وقفتني كتير عبال ما نامت، وانا مش متعوده انيمها بالطريقه دي، بس انا علشان هي معايا بره فانا عايزه انيمها، فاهمه؟ فاللي هو بقيت ان انا اتمشى بيها وكده واغني لها علشان تقدر ان هي تنام. فاللي هو رايحه جايه رايحه جايه بيها، وهي مفتحه عينيها مش عايزه تنام اصلا لما هي في دوشه حواليها وكده، فكانت مش عايزه تنام خالص. بس الحمد لله تمت المهمه بنجاح. قعدت بقى وراها 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 وانيمها بقى واغني لها وبتاع لحد الحمد لله لما النوم بقى غلبها، خلاص النوم غلبها فهي نامت. انا كان ممكن اسيبها صاحيه عادي، بس للاسف انا كان عندي حاجه كنت لازم اخلصها، يعني كان عندي باخد درس قرآن وكده، تجويد مش حفظ، تجويد ازاي اقرا القرآن صح وكده، اونلاين طبعا. فالمفروض ان الدرس بيبقى يوم الاثنين ويوم الاربع، تمام، مفيش يوم جمعة. بس للاسف حصل للمعلمه ظرف وكده فاضطرت تدينا يوم الجمعه، وانا يوم الجمعه المفروض ان انا اغلبه ببقى بره. فالمهم ان انا حبيت امشي الدنيا وهي نامت الحمد لله، فقلت ان انا انيمها واحضر الدرس علشان ما يبقاش فاتني. وكنت هنا بقول له الحمد لله، بقول لجوزي الحمد لله نامت بقى، اكل واشرب بقى بضحك وبتاع. هي ما كملتش حاجه خالص، عشان تعرفوا العكننه لما بتيجي حتى لو انت فرفوشه العكننه وراكي وراكي. هي صحيت بعدها ما كملتش حاجه، يعني ما كملتش حتى نص ساعه نايمه. ف وصحيت تاني يعني، بس اهو بنعرف نمشيها شويه كده شويه كده الحمد لله. المهم يا بنات نرجع بقى، عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اوقات كتير بتبقى اللحظه الصغيره اللي انت بتغيري بيها اليوم كله حاجه مش واو، زي ما بقول لك حاجه صغيره قوي. عارفه انا اقول لك على حاجه والله العظيم من قلبي فعلا. عارفه وانا برش المعطر كده في الاخر بعد ما اخلص ترتيب البيت وبخلص تنظيف ومش عارف ده انا بالنسبه لي بضحك ضحك، اللي هو ده وصلت للمرحله الاكثر طلبا، فاهمه؟ الاكثر حبا وحماسا، فاهمه؟ دي لحظة حلوة أنا بضحك فيها وببقى مبسوطة، حتى لو عدى عليا الروتين تعبني وكان تقيل عليا، بس خلاص أنا وصلت للي أنا عايزاه، فاهمة ازاي؟ حتى لو انتي لعبة بسيطة بتلعبيها مع أولادك وهم بيرتبوا السرير بيلموا اللعب بتاعتهم مش عارف الحاجات دي ذكريات بتفضل عايشة في البيت، تمام؟ في حاجة مرتبطة ارتباط، عارفين انتوا، وثيق بالظبط كده، وثيق قوي بالفرفشة. لان الفرفشة يا بنات لوحدها مش كفاية، الفرفشة محتاجة حاجات تكملها. طب يا امان الحاجة اللي تكملها وتخليني مبسوطة وتخلي الحياة بتاعتي اسهل شوية؟ هنا بيجي بقى سر من الاسرار اللي انا حبيت ان انا احطها لكم في عنوان. قعدت كتير بجد عبال ما حبيت ان انا او عرفت ان انا اعمل عنوان للفقره اللي انا عايزه اتكلم فيها، وهي ان احنا بنبسط الحياه، فن تبسيط الحياه. طب انا هبسط حياتي ازاي؟ هقولك بالتفاصيل، وهقولك وهشرح لك واديكي امثله كتير جدا. بس عايزه اقولك ان كل ما كانت حياتك بسيطه، احنا عارفين معنى البساطه، كل ما كانت حياتك بسيطه كل ما المود بتاعك اهدى واروق واسعد وافضل، فاهمه؟ لان زي ما قلت لك الفرفشه دي بتبقى عاده مش مجهود عليكي، يعني المفروض تبقى عاده معاكي. والتعقيد اللي هو عكس اصلا التبسيط، لما تيجي تعقدي حياتك هيسرق الطاقه بتاعتك. التعقيد ده حاجه من الحاجات الحراميه جدا في الوقت وفي المجهود وفي كل حاجه. هتعقدي نفسك خلاص كل حاجه اتسرقت من ايديكي. التبسيط بيرجع ليكي نفسيتك، لكن التعقيد بيسرق منك نفسيتك خالص والطاقه بتاعتك. طيب ماشي، طب انا برضو مش فاهمه برضو. طب انا اعمل علشان ابسط؟ اعمل علشان ما بقاش معقده وان انا ابقى مضايقاها على نفسي؟ هقولك، احنا كستات، انا هكلمك في الجزء اللي يخصنا احنا كستات وامهات وبنات في بيوتنا وفي حياتنا وفي عيشتنا عامله ازاي، وهنعمل عشان نبسط الحياه دي. هقولك الجزء اللي يخصنا احنا ويخصني انا بالذات اللي بكلمكم عنه دايما، هو الروتين. هنبسط الروتين اليومي بتاعنا. يعني انت كأم او كست مش لازم يا ستي تعملي كل حاجة في يوم واحد، مش لازم. ممكن نقسم المهام بتاعتنا، ممكن نحط اولويات ونقول لنفسنا كده اللي اتعمل النهارده ده حلو قوي، واللي هيتعمل والباقي يتعمل بكره حلو قوي قوي، مش مهم. نعمل اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره، مش مهم خالص.
طب ماشي يا اماني، برضه هوسط الروتين ازاي؟ ما هو حاجات عندي لازم اعملها ولازم انجزها. طب انت لو هتبسطي روتين تنظيف مثلا حطي حاجه بتحبي تسمعيها وشغليها وانت بترتبي، دي حاجه بتشجعك واي حاجه، اي حاجه بتحبي تسمعيها، قصص، موسيقى، قرآن، محاضرات، بودكاست، اي حاجه انت بتحبي تسمعيها شغليها. تاني حاجة تقسمي المهام على الأسبوع، بدل ما تعملي كل حاجة في يوم واحد وتعمليها بكروتة، لا أنا أعملها كل يوم حاجة و... وابقى براحتي، فاهمة؟ عشان كلمة براحتي دي حلوة قوي. تمام. نعلم ولادنا ان احنا الابسط حاجه نرتب السرير بعد ما بنقوم، بنرتب اللعب بتاعتنا نحطها مكانها، لو في ايام دراسه بنخلص مذاكره فبنحط الحاجات في الدرج بتاعنا، ونرتب المكتب بتاعنا قبل ما نقوم، وهكذا. اكلت في طبق بنروح نحطه في الحوض. تمام. ولاد او بنات. حتى المذاكره ايام المذاكره، الايام اللي بتبقى ضغط علينا كأمهات، وانا مش عايزه اقول لكم بيبقى ضغط علينا قد ايه، ناخدها كده باسلوب حلو، يعني اسلوب خفيف. حتى لو تعملي مسابقه في المذاكره، انت لو ذاكرت كذا انا هعمل معاك كذا ومش عارف ايه، فاهمه كده؟ آه في التبسيط برضو ما ننساش نفسنا كستات، نقطة بحاول ان انا اوصلها لك واكد عليها في كل فيديو، ما تنسيش نفسك خالص وسط كل ده، ما تنسيش نفسك. البسي حاجة حلوة حتى لو انت مش خارجة، البسي احلى عندك في البيت، لبسك يبقى نظيف، شعرك يبقى مترتب، حاطه برفان كده حلو ريحته حلوه. بندلع نفسنا بحاجه بسيطه صغيره، شوكولاته، بنحط ماسك ولو 10 دقايق على وشنا، بنهتم بحكايه العنايه الشخصيه. كوبايه عصير بنحبها، حاجه سخنه بنشربها واحنا بنحبها، حاجات بسيطه جدا دي بتغير المود اسرع مما تتخيلي. فالحاجات دي عموما بتخليكي فرفوشه، وسر الفرفشه فعلا بيجي من الطاقه اللي من جواكي. طالما انتي مبسوطه خلاص هتخلي كل الناس اللي حواليكي مبسوطه، فاهمه ازاي؟ تمام. الفرفشه يا بنات مش معناها ان احنا نبقى مهملين، لا، احنا بنوازن بين الجد والهزار، بنعرف امتى نضحك، بنعرف امتى تبقي حازمه مع اولادك، بتعرفي ان امتى تبقي جد، فاهمه؟ يعني مش بتبقي فوضى، الحياة فوضى بالنسبة لك، لا، هي بيبقى اسلوب حياة بتعرفي توازني بين الحاجتين، فاهمة؟ وزي ما انا قلت لك كده، تدلعي نفسك، ماسك سريع، كوبايه عصير، 10 دقايق فيلم بتحبيه، تكتبي لنفسك حاجه يا ست حلوه على ورقه تلزقيها كده على التلاجة، تروحي وتيجي تلاقي رساله حلوه منك ليكي، فاهمه؟ زي ما بقول لك كده والله. وعايزه اقول لك ان الام الفرفوشه دي قدوه لاولادها. انا قدوه لاولادي لما ابقى مبسوطه، طبعا، طبعا. اشمعنى لما انت بتعملي حاجه حلوه بتبقي قدوه، بتصلي بتبقي قدوه، بتقري كتب بتبقي قدوه، مش عارف بتعملي حاجه لنفسك طبعا الام الفرفوشه دي قدوه لاولادها. الاطفال بتتعلم من طريقتك على فكره في التعامل مع الحياه، فكره ان هم يشوفوا ماما مبتسمه ومبسوطه ورايقه وهاديه، دي بتخليهم اهدى واسعد، وابتسامتهم حلوه مش بتفارقهم، مبسوطين، عندهم طاقه حلوه عايزين يخرجوها، فاهمه؟ هو مش لازم الحياه تبقى كامله زي ما بقولك، بس خلي يومك خفيف، خلي يومك خفيف، ادي لنفسك كده لحظه هدوء، علشان بيتك يبقى هادي، فاهمه ازاي؟ طيب. طب معلش يا اماني كده، انا يعني انا بسطت ماشي الروتين ومش عارف ايه وخلاص، وبسطت الحياه في الحته دي. انا واحده تفكيري زايد، بجلد نفسي على كل حاجه عملتها وما عملتهاش. هبسط ازاي؟ هبسط التفكير، بسطي تفكيرك عن كده، بطلي تجلدي ذاتك كل حاجه لازم تبقى كامله، لا طبعا، المهم ان هي تكون كافيه وتخليكي مرتاحه. لما تبسطي حياتك هتلاقي وقت لنفسك وسط كل ده هتلاقي نفسك مبسوطة اخر اليوم، انت مش بتجلدي ذاتك على حاجة. ممكن ده احنا كأمهات بنجلد، يعني انا عايزة اقول لكم، لو صحيتي من الصبح لقيت ابنك تعبان او بنتك تعبانة، اهو اول اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، انت ما عملتيش اي حاجة ومش ذنبك، هو تعبان، ربنا يشفيه ويعفو عنه. تقعدي طول اليوم انت حاسه بالذنب مع انك انت ما عملتيش حاجه، ده هو كده تعبان، ابنك صحي تعبان، عنده شويه برد كده، فاهمه؟ نقعد احنا كأمهات بنتي سخنت، ابني سخن، تعبان، بنديله دواء، اخد مش عارف حقن، اخد مش عارف ايه، فاهمه؟ تقعدي تجلدي ذاتك، تبقي نايمه مش مرتاحة، انت حتى نايمة مش مرتاحة، نايمة حاسة بالذنب لحد ما يجي اليوم اللي بعده وتجلدي نفسك على حاجات تانية.
طب انت في حاجات انت مالكيش ذنب فيها، وحتى لو ليكي ذنب فيها فهي مش اخر مش اخر الحياه، يعني مش اخر الدنيا، لا. انت بسطي حياتك عن كده، فاهمه؟ مكالمه مع صاحبتك، مع اختك بتحبيها، لحظه هدوء كده، تتفرجي على السما في البلكونه من غير اي حاجه، اقعدي جوه البيت وبصي للسقف. هي دي بتعمل فرق. تقعديش تجلدي بقى ذاتك على كل حاجه. في نقطة يا بنات حلوة قوي من ضمن حكاية التبسيط ده، وبجد كأمهات عايزة أكلمكم فيها. ان احنا نبسط المكان يا جماعة. البيت اللي فيه اقل كركبة بيبقى فيه فرفشة اكتر. اي حاجة مش بتستخدميها ارميها، خرجيها فورا. مش لازم نخزن حاجات مش بنستعملها. مش لازم برطمانات واطباق وحاجات وعلب فاضية وحاجات احنا اللي هو هنستخدمها بعدين، هيبقى يجي وقتها ونستعملها. ما فيش حاجة بتيجي وقتها. اللي مش هتستخدميه دلوقتي مش هتستخدميه بعدين، ولا يمكن هتستعمليه بعدين. هدوم عندك مش على قدك، او ما بقيتي السنة دي كلها ما لبستهاش، مش هتلبسيها للسنة الجاية. خرجيها، خلي ناس تاني تنتفع بيها، فاهمة؟ لان فعلا الحاجات اللي احنا مش بنستعملها ونقعد نخزنها دي طاقة سلبية جدا في البيت. الكركبة دي من اكبر الحاجات اللي بتبقى بتدينا طاقة سلبية وبتسرق الطاقة الحلوة من البيت. البساطة بتدي نفس للبيت، بتدي مساحة تتحركي تعيشي براحتك. بلاش مطبخك يبقى متكربس حاجات وعلب وبرطمانات فاضية، وكل حاجة بتفضى بنغسلها وبنشيلها. ما انا شايلها نظيفة، ما هي نظيفة، بس مدياكي واخدة منك مساحة ومدياكي طاقة سلبية في المكان. كل ما كان البيت او المطبخ بتاعك اروق، الضلف هادية مترتبة فيها الحاجات بس اللي بتستخدميها، ما نقعدش نجيب ونشيل. طب ما انتي ده كل ده بيخليكي انتي مخنوقه. هتقولي لي انا مش بحس بخنقه. هو بيخليكي مخنوقه من غير ما تحسي. ما هي اسمها طاقه. ليه الطاقه دي سلبيه او ايجابيه؟ ما هي من غير ما تحسي. مش حاجه انتي بتبقي مثلا اللي هو ايه ده، انا زعلانه النهارده عشان انا شايفه البرطمانات كده. لا، انتي بتبقي مخنوقه بسبب الطاقه السلبيه اللي في المكان. فاهمه؟ مش عارفه اوصلها لك ازاي. بس هي عموما الطاقه السلبيه بتوصلك، مش لازم حاجة تحصل عشان توصلك. في حاجات بتبقى المكان ليه طاقة على فكرة. علم الطاقة ده حلو جدا، لو قريتي فيه هتفهميه. يعني المكان ده ليه طاقة، ارتحتي في المكان ده فهو مريح بالنسبة لك. ما مش عشان هو حلو وفي حاجات حلوة وكماليات حلوة وان هو واو، لا. ممكن يكون بيت مليان وحاجات حلوة وكل حاجة ماشية بستانتي، لكن ما فيهوش روح. لان البني ادمين اللي جواه ما عندهمش طاقة ايجابية حلوة. البيت نفسه ليه طاقة سلبية، فاهمة؟ ممكن تكوني عايشة في بيت بسيط وفي كل حاجة انتي بتحبيها، فهو بالنسبة لك اهدى واروق في نفسيتك، فاهمة؟ هي دي ملخص الطاقة الايجابية سواء او السلبية. فاهماني ازاي؟ فمش لازم ان احنا نخزن حاجات ونشيل لبس كتير ونقول بكرة نلبسها، بكرة تنفع كذا وكذا وكذا. لا، انت خرجي الحاجة دلوقتي، وبكرة لما بيجي معايا بقى حاجات والحاجات اللي بتستعمليها والحاجات لانك انت بتركني الحاجات دي وبتجيبي حاجات تانية، والحاجات دي بتبقى مركونة، ما زالت موجودة، ما زالت مركونة، ما زالت بتديكي طاقة وحشة في البيت وفي المكان. كركبة. انت ممكن تكوني مكربسه حاجات في ضلفه واحده مثلا في المطبخ علشان شايله برطمانات ومش عارف ايه في ضلفه تانية. لا، انت طلعي وخرجي وفضي الضلف اللي مليها لازمه ورصي فيها الحاجه تبقى قدام عينيكي، واضحه قدام عينيكي. اللي عايزاه بيسهل عليكي ان انت تاخديه، مش تقعدي تدوري وتقعدي ان انت تفتحي ضلف علشان تجيبي حاجه من ورا تروحي كل حاجه تقع فوق راسك. هو مش منطق برضو، فاهمه ازاي؟ مش منطق خالص. ف تخيلي بقى لما انت تبقي مبسوطه كده مع ومفرفوشه مع التبسيط، بسطي الحاجات، فاهمه؟ يعني هتلاقي ان البيت بقى خفيف، نفسك بقت حلوه واهدى، الضحكه تبقى طالعه من القلب مش مجامله، فاهمه؟ بسطي كل حاجه، بسطي لحد ما الحاجات تبقى صغننه قوي قد كده. انا قلت لك يعني التبسيط مش انك تصغري الحاجات واللي هو تهملي حاجات وتبقي فوضوية وتبقي مهملة وتسيب، لا. ده عكس ده تماما. هو بس زي ما قلت لك كده، بتعرفي توازني بين الجد والهزار، وتعرفي تحكي امتى وتعرفي تبقي جد امتى، وهكذا.
في اخر الفيديو ده لو هسيبك بحاجة واحدة فعلا هقولك عيشي الحياة ببساطة، فرفشي من قلبك، الحياة مش مستاهلة عقد. عمالة بقول من كل الفيديوهات لكل اللي بيهمه الامر وكل اللي بيسمعني، الحياة مش مستاهلة عقد ولا مستاهلة نكد. ابتسمي حتى لو الدنيا حواليكي مش كاملة، حتى لو الدنيا حواليكي فوق بعضها، ابتسمي واضحكي وافتكري ان الام الفرفوشة رزق. اهو عنوان الفيديو اهو، رزق لبيتها ورزق لولادها ورزق لنفسها قبل اي حد. فاهمه ازاي؟ والحمد لله ان خلصت الكلام في الموضوع ده عشان اقول لكم طريقه الشاورمه اللحمه اللي انا بعملها التحفه دي. بصوا بقى، بجيب بصلايه كبيره وبضربها في الخلاط مع نص كوبايه ميه علشان اصفيها وتديني الميه اللي انتوا شايفينها دي، ميه البصل. تمام. معايا معلقتين كبار من الزبادي الابيض، ومعايا يعني حوالي ربع كوبايه من الزيت. تمام. وعصره ليمونه، ومعاكي اهو البهارات بتاعتك، بابريكا وفلفل اسود والملح بس. بقعد بقى اقلبهم كده بيدوكي احلى تتبيله لشاورما اللحمه الموجوده معاكي. طبعا اللحمه تبقى القطعيه بتاعتها اللي تستوي بسرعه، كذا حاجه في القطعيه بتاعه الذبيحه بتستوي بسرعه، فانتي اسالي الجزار هيقولك دي القطعيه مثلا اللي من الرقبه، اللي من السن، اللي مش عارف من وش الفخده، الحاجات اللي زي دي تستوي بسرعه. تمام. مقطعاها شرايح طويله وبنزلها بقى في التتبيله الحلوه دي. تمام. بقعد اهو كده اهو يعني اخدعها في التتبيله واسيبها، ممكن تسيبيها قبلها بليله، ممكن قبلها بساعه بساعتين. تمام. عامله بقى شويه رز ابيض، الرز العادي بتاعك، بس عايزه تركايه تبقى حلوه وتفرق مع الرز بتاعك لو عندك عزومه او تفرق معاكي في الطعم عموما. هي معلقتين زبده بعد ما يستوي الرز تنزليهم كده، زبده بلدي طبعا، وتيجي بقى ايه تروحي تقلبي بقى الرز. تركايه تانية حلوه قوي في الرز الابيض، ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش، ان انا بحط فلفل اسود، رشه فلفل اسود بتخلي الرز حلو قوي. بس هي حكايه الزبده دي اتعلمتها من فيديو من الفيديوهات اللي كنت بشوفها للشيفات الكبار، وعجبتني قوي، وفعلا بتخلي الرز حلو قوي. وخصوصا الرز اللي مع الشاورما، شاورما فراخ بقى، شاورما لحمه، بتخلي الرز طعمه كده حلو وغني ولذيذ. عارفين انتوا يعني هو عادي يعني طريقته العاديه، بس هي بتنقله في حته حلوه جدا. تمام. نجيب بقى طاسه حلوه ونحط معلقتين كده من الزبده او سمنه. تمام. وبعدين بنسيحهم كويس جدا وتخلي الطاسه تسخن معاكي كويس جدا. تمام. اهو تطلع كده البخار بتاعها، وبعدين بنجيب الشاورما بتاعتنا وتحاولي تصفيها من التتبيله بتاعتها. تمام. يعني تاخديها كده، تحاولي ان انتي ما ترميهاش كلها في الطاسه بالتتبيله بتاعتها، عشان احنا مش عايزين كميه السوائل اللي فيها دي. تمام. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان الطاسه تبقى سخنه وما نقلبش اللحمه نهائي، نسيبها كده لما تنشف شويه وعلشان ما تنزلش الميه بتاعتها. تمام. بنسيبها كده شويه حلوين، وبنرجع عليها بنلاقيها ابتدت ان هي ايه، خلاص امتصت السوائل بتاعتها، ونبدا ان احنا نقلبها. فبتاخدش وقت كتير، يعني بتاخد من، او هي زي ما بقول لكم لحمه بتستوي بسرعه، يبقى مش هتاخد اكتر من 8 ل 9 دقائق 10 دقائق بالكتير قوي. ولو ناقصه ملح بتحطي لها ملح. تركايه حلوه هي اللي بتدي طعم الشاورما في الاخر، اخر ما بتستوي شاورمه اللحمه بنحط معلقه من الخل الابيض. تمام. هي اللي بتديك النكهه بتاعت الشاورما بتاعت بره بس. وبتقلبيها بقى، وبصي كلي احلى شاورمه لحمه على ضمانتي بجد يا بنات، والله من الاكلات البسيطه والحلوه والجديده وفي نفس الوقت المضمونه والنظيفه قوي. طبعا بعد ما خلصت بقى وكده نزلت بقى ايه على اوضه البنات. الاوضه دي اللي فعلا ملهاش في الترتيب ومش بتترتب ابدا، وطول الوقت هي مقلوبه وطول الوقت هي مكركبه، فاهمه؟ بس انا بحاول زي ما بقول لكم كده ان انا بقسم الموضوع، النهارده بعمل جزء فيها، بكره بعمل جزء تاني، وهكذا. النهارده الحمد لله ما كانش عندي تغيير ملايات، وفي بنات كانت بتسالني التغيير الملايات بيبقى قد ايه. قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات ده على حسب وقتك، وفي الصيف وفي الشتاء بتختلف، وعلى حسب ما انت تحسيها خلاص هي بقت مش نظيفه، يومين 3 4 اسبوع يوم وتحسيها خلاص هي اتوسخت ومش نظيفه فانت بتغيريها. الموضوع ده يعني الكداب اللي يقولك انت لازم تعملي كذا وكذا وانت لازم تعملي كذا وكذا، انت كأم كست بيت عارفه يعني عارفه ايه، عارفه اركان بيتك والزوايا بتاعته، عارفه انت بترتبيه ازاي. ما بحبش حد يقولك لازم تعملي كذا او لازم ترتبي كذا او لازم تغيري كذا كل قد كذا، لا طبعا ما فيش الكلام ده.
انا مثلا عندي اولادي ما شاء الله بيبهدلوا الدنيا وبيبهدلوا الدنيا يكركبوها بسرعة، فانا مثلا ممكن اروق في اليوم 3 4 مرات. طب انا اولادي هادين ما شاء الله عليهم، ربنا يزيدهم هداوة يا رب. تمام. مثلا فبرتب بروق كل يومين 3 خلاص. فهل انت هتجيبي يعني هتجيبي مثلا كل بيت، او هتجيبي نظام كل بيت زي التاني؟ استحالة. ده عامل كده زي البصمة بتاعت البني ادم، مفيش حد بيتشابه ببصمة التاني بالظبط كده. مفيش واحدة ست بيتها بيتشابه مع حد تاني في الفعاليات بتاعت اليوم وفي ولادها وفي حياتها وفي عيشتها عموما. فما اقدرش اقول لك انت اعملي كذا وما تعمليش كذا. انا كل اللي بقدر اقوله لك ازاي بعمل كذا، وازاي بقدر اوصل لكذا، وازاي بغير كذا، فاهمه؟ لكن ما اديكيش انا نمط معين ان هو انت تغيري كل كذا وتعملي كل كذا وتروقي كل كذا. دي حاجه بترجع لست البيت. وطبعا كلنا بمختلفنا، بمختلف الستات والامهات، كلنا شاطرين وكلنا مهتمين ببيوتنا وكلنا بنحب نعيش في نظافه وترتيب. كلنا. انا اشك ان في اي واحده ست ما بتحبش تعيش البيت بتاعها نظيف ومترتب ومتروق. دي بشك فيها بصراحه، وما مش بستوعبها. لكن انا بعرف ان كل ست بيبقى ليها طريقه مختلفه في ترويق بيتها وفي ترتيب بيتها وفي نظامها وترتيب عيشتها وهكذا. فاهمين؟ لكن كلنا على المختلف الاصعده، كلنا ستات البيوت بتبقى طالعه من بيت محترم متأصل، مامتها عارفه ازاي تخليها ان هي تفتح بيت و... وتعيش حياة كده ايه طبيعية وهكذا. فاهمين؟ بس كده. ده كان بقى الروتين بتاعي الجامد جمودة النهاردة. حسيت ان انا الفيديو طويل قوي، بس بحب ان انا اوصل لكم كل حاجة وكل المشاعر اللي جوايا وكل التجارب اللي انا بعيشها فبنقلها لكم تمام ببساطة. بحب ان انا اثر فيكم بكلمة او بجملة معينة مثلا، حد ياخدها مني ويتعلمها، ببقى مبسوطة. فاهمين؟ فزي ما بيجي مدة الفيديو طويلة بقى قصيرة، ما بحبش اقصقص كتير. فممكن فيديو يعدي عليكم طويل وممكن فيديو يعدي عليكم قصير. فهي بتيجي كده. فاهمين ازاي؟ بس عايزه اقول لكم ان انا بقى الدولاب اللي ورايا ده، الاخ اللي ورايا ده، انا ما رتبتهوش من ساعه ما جبت الاوضه الجديده دي. تمام. من ساعتها انتوا معايا، مش عارفه والله انا مش فاكره، بس كنا يمكن على العيد الصغير قبل رمضان، قبل رمضان تقريبا، مش فاكره والله. لا بعد رمضان، قبل رمضان، مش فاكره. بس انا عايزه اقول لكم ما رتبتوش من ساعتها. طب ما هو مرتب يا اماني ومترتب وجميل. لا والله هو مش مترتب ولا جميل. هو عايز يتشال ويتنفض كويس وبعدين ارتبه. لان هو الترتيب مش بس ان تلاقي الدولاب منعكش بتاعك، لا. انا ممكن اكون مثلا كسلت احط الفوط فحطيتها في الرف بتاع الفوط، حطيتها في رف الملايات، رف الملايات حطيتهم في رف المفارش، رف المفارش حطيتهم في الرف بتاع البطاطين وهكذا. فاهمين؟ فانتوا شايفين ان هو مترتب اوكي، لكن هو مش متنظم. فاهمين ازاي؟ بس فدي الفكره. فباجي مثلا اخد الحاجه من هنا الاقيها في الناحيه التانية وهكذا. فانا عايزه انضف كل ده وانزل كل ده. ان شاء الله اوريكم في فيديو ازاي بنظم الحاجات، وبتبقى كده بالمسطره بالظبط. هي حاجات سهله، بس لو انت ايديكي دايما فيها على طول باذن الله فبيخلي الموضوع بالنسبه لك اروق واهدى ومنظم اكتر. فاهمين؟ بس بنات، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد وتصبحوا على الف خير. واتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو النهارده. البنات بقى المشتركه لسه في القناه جديد، يا ريت تفعلي زر الجرس في كده زي سهم بتنزلي بيه وتقولي تفعيل للكل علشان كل لما انزل فيديو يوصلك باذن الله، لو مهتمه طبعا. البنات السكرات الحلوات العسلات حبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه، والبنات اللي بيقولوا لي احنا اول مره نشوفك وبنحبك جدا، والله انا اللي بحبكم. وانا فعلا يعني ببقى مبسوطه لما بتزيدوا عندي. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله، وتصبحوا على الف خير. وان شاء الله اشوفكم كلكم على خير، مبسوطين امنين مطمئنين في بيوتكم بكل الخير يا رب والسعاده. يلا تصبحوا على خير. باي باي.